هلو هلو يا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم بنات جيت لكم بروتين جديد. اليوم راح اسوي وياكم طريقة العمل البيتزا. بس يعني ما راح اسوي يعني هاي يعني الان اللي اعرفها لا اعرفها، لا فقط الاشياء الموجودة عندي. راح اسوي لكم روتيني المسائي. هساني حاليا راح اسوي عشاء، راح اسوي عشاء خفيف. وهنا راح ابلش اسوي وياكم العجينة مالت البيتزا. هاي هنا حطيت طحين، ما راح اسوي هواية لان احنا فقط نفرين تعرفون انتو. وهاي الطحين حطيت نصه فقط. هنا جبت طاسة وحطيت بيها مي حار، راح احط بيها خمرة خاشوقتين. هنا حطيت الخمرة وراح اخلطها خلطة زينة. وراح احط على العجينة مالتها ملح خاشوقتين، وخاشوقة صغيرة هم شكر. وهنا راح اخلطهن واضيف فوقها الخمرة سويتها الحار، يعني سويتها فوري. هسه راح اعجنها كلش زين وارجع لكم. هنا عجنتها فقط، يعني دمجت العجين واحد بالثاني. وهسه راح احط بيه زيت، راح احط زيت تقريبا خاشوقتين، لا ربع قلاص زيت. هسه هنا سويتها هيك شي وغسلت ايدي ورجعت راح اعجنها بعد. هنا غلفتها بكيس لايلون، راح احطها فد 10 دقايق وابلش اسوي البيتزا. وهنا عندي هاي الصينية مال بيتزا، راح اجيب ورق زبدة واحطه بالصينية. هنا حطيت الورق زبدة. وهاي هنا عندي نقانق، راح اقصقص يجوز بس هذني لان راح اسوي فقط صينية واحدة، اذا كفت اسوي صينيتين. هنا الجبن والزيتون، راح اسوي وياكم الصلصة. هنا قصقصته بهيج طريقة. هنا حطيت معجون، راح احط وياه صوص، وراح احط بيه ملح وبهارات وشوية مي حتى يصير شوية صلصة مو كلش تخينة. هاي هنا كملت كل الاشياء جبتهن وحطيت هاي الصينية. هسه راح العجينة راح افتحها هنا. هنا فتحت العجينة، سويتها كلش يعني مو كلش خفيفة ولا كلش تخينة. هسه هنا راح اسوي هيجي حتى تستوي زين. هنا راح احط الصلصة عليها، راح اسويها كلش زين افتحها وارجع لكم. هنا حطيت الصلصة، راح احط الجبن. وهنا بنات شوفوا لي حظي، طفت الوطني وظليت بدون عشاء. هاي صارت عنص، راح اخليها على الحرارة بلكي تصير. هاي هنا الثانية هم سويتها. هنا بقت عندي عجينة وزيتون وجبن كامل، بقت بعد يعني قلت اسوي 3. شو طفى الوطني ظلينا بدون عشاء. راح العشاء. هسه هنا راح اتحول اسوي بوتيتا وباذنجان، راح اسوي قلي وناكل. هاي هنا ثرمت البوتيتا وراح اثرم الباذنجان هم. هاي قسمتني. الحمد لله على كل حال. هاي هنا ثرمتهن، اروح احط دهن وارجع. هنا حطيت زيت، راح يحمل دهن شوية وارجع. هاي هنا كل شي ما استفاديت، بس وسخت المطبخ. تحول كنا من بيتزا للبوتيتا وباذنجان. هنا جاي قلي البوتيتا. هاي هنا دا اقلي، حطه شوية ويصير. وبنات اللي يسألوني على يريدون يعني برنامج يتواصلون وياي، حطيت لكم الرابط مال اليوزر مالتي مال تليجرام، راسلوني عليه ان شاء الله اجاوبكم كلكم. واي بنية عندها قصة وتريد اعرفها بالقناة اعرض لها اياها. هنا راح اثرم بصل وراح اثرم خيار. طماطم راح اثرم لان كلش ممرودات، فاريدهن اخليهن على البامية. هنا ثرمت البصل والخيار.
هنا جاي أقلل باذنجان، البوتيتو طلعتها. هنا كملت الأكل، سهمكم ألف عافية إن شاء الله. وهاي هنا البيتزا مو مستوية كاملة يعني على النص، بس هم راح آكل يعني راح آكلها ويا ذني، والباقي بالليل أسويهن. سهمكم ألف عافية يا رب. وهاي هنا أكو متابعة من متابعيني رادت مني تشغيل الغسالة. أول شي أدوس هاي الدقمة وأدوس غسل وشطف وتنشيف، وأحط الرقم الماء يعني مستوى الغسيل يعني شقد حاطة أني على حسب هو. أني هسه حاطة ملابس قليل راح أحطه على 4، وراح أسوي المي ساخن وأدوس هذا كله هيجي راح يصير. وهنا بنات وصيت طلبية من الفيس، هذا الصندوق اللي دائما يحجون بيه، فقلت خلي أجرب حظي. هنا راح أفتحه وياكم. طلع لي بيه عطورة، طلع بيه 5 عطورة، وكلها ريحتهن مو طيبة. هاي السعره 15,000 والتوصيل مجاني. ونصيحة مني إلكم لحد لا تشتري من الفيس. وصلت وياكم لنهاية الفيديو، ولا تنسون اللايك والاشتراك، ومع السلامة. أحبكم كلش هواي.